الصهيونية والقضية الإسرائيلية في العالم. فايس نيوز. أنا بقول لك دور ورايا عشان لما حد يطلع يكذبني تقول له قبل ما تكذب شريف عثمان لو سمحت ورينا الدليل بتاعك، ما تشتغلناش عواطفنا وتجيب مشاهدات وتفرج الناس وتقعد تشتغلهم وتهري في دماغهم وفي الآخر يتكبوا على وشهم أول ما يعرفوا الحقيقة في الآخر. فاللي يحب يكذب لو ما طلعش بدليل ما اتكلمش اصلا. مش عايز اسمعك، انا مش عايز اعرف رايك، انا عايزك توريني دليل على رايك نفسه مش مهم خالص، لان انا الموضوع ده قلت لك فاهم اولها واخرها، بما فيها ان انا قعدت مع مارينز من اللي دربوا داعش في سوريا، قعدت معاهم زي ما انا بتكلم، زي ما انا قاعد مع المايك ده كده في الاوضه، كانوا بيحكوا لي بيعملوا ايه، والراجل ابتدى يعيط وزميله انتحر لما رجع امريكا. ودي حاجه انا حكيها في الفيديو بتاع سوريا حكايه الشرق الاوسط. خش على فايس نيوز عشان ما نطولش اكتر من كده. هتقوم داخل على ذا وور نيكست دور، جاك من الاعلان. بص بقى طويل العمر. לא, אין תחושה ברגליים, יש תמונה, תגידי, כאילו אין לו תחושה ברגליים, יש מתחת לשבר, הוא אומר שהוא לא יכול להזיז. אני מביצה כולם לפינוי. طبعا هتقولي اللقطة دي بتاعت ايه، واحنا شعرفنا ان ده سوري، واحنا شعرفنا مش عارف ايه. هو طبعا علشان يعمل التقرير قال لك ان دي اول مرة يعملوا عملية انقاذ. ده بقى في بداية التقرير ده يا جماعة من 10 سنين، معمول في 2015، ما اتعملش عشان يقنعك ولا يدوشك ولا اي حاجة، لا العملية كانت في 2015، كله نايم في السرير وهم بقى بيتكلموا على الشطارة بتاعت رجالتهم، شطارة الموساد. فهو كده ايه، استنى انا اوريك بقى حتة كده من اللي فيها الكلام اللي من الاخر. فده جايب لك الناس وهم رايحين جايبينهم في عربية اسعاف وراجعين بيهم. Rather than fighting their enemies, the Israelis are rescuing them. The soldiers are bringing 3 wounded Syrian fighters into Israeli territory for urgent medical care. تمام. الفيديو المجموعة دي 5 أجزاء. The War Next Door. تمام. اتفرج على ده بقى، اتفرج على ده حبيب قلبي. طبعا احنا موجودين ضمن مناطق محررة يعني من قبل الجيش الحر، يعني مناطقنا محررة، يعني ما يقدر يصلها الجيش النظامي. اما الجيش النظامي اذا بيعرف انه احنا هون مثلا مسكنا بعدين، هو طبعا ما راح يوفر لا انه رايح اسرائيل او انت رايح على اسرائيل. This injuries is very severe injuries. What do you يعني هم بيحاربوا الجيش النظامي وبيروحوا يتعالجوا في إسرائيل. ده في 2015. think would happen to them if they came back and people found out they were in Israel? They may be killed. اهي شايفينها، The War Next Door Part 2 of 5، 5 أجزاء. أنا بس هوريك مقتطفات We're منه. here in the Galilee in Israel. We're on our way to a hospital, and the interesting thing about this hospital is that they're actually treating casualties from the war in Syria on this side of the border, and that's pretty unprecedented because you wouldn't expect people from Syria, a sworn enemy of Israel, to want to come here to get medical treatment. But the Israelis have opened their borders and they've actually allowed quite a few people to get treatment, so hopefully we're going to get to meet some of them. يعني اهو نجيب بقى ايه الشاب الحلو اللي كان بيتكلم ده من شويه وهو بيحكي لك بقى. استنى انت بقى، يبقى روحوا اتفرجوا على التقرير واعملوا الCC اللي هي اللي من تحت دي، تختار علامه الCC اللي هي اللي تحت على جنب السيتنجز، وتختار ان انت تحط الترجمه بتاعتك وتسمع بقى. بس ده مش محتاج، يعني الجزء التاني ده بيتكلم بالعربي. شاب جميل والله. To talk to us, 25-year-old Mohammed, who says he's a fighter for the Free Syrian Army, a collection of Western-backed rebel groups. جت طيارة هليكوبتر زتت برميل بالبلد، فرحنا لنشوف يعني إذا في إصابات ولا ما في إصابات مشان نسعف الناس. فلحظة وصولنا لهناك كانت في منطقة قريبة للنظام فيها جيش، ضرب منها علينا بالمدفعية قذائف.
وقتل مننا 2 وصوبنا احنا 2 جينا لهون على مشفى صفد. He said rebels worked through a neutral intermediary to deliver him. انا كده ده كده يعني انا بس مش عايز اطول علشان زي ما انت شايف 5 فيديوهات كل واحد حوالي 7 أو 8 دقايق. انا بس بوريك المكان